ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم قدرة الفول الحلوة دي، واقول لكم ازاي تطلع معاكم باللون الحلو ده وكريمية جدا جدا. اول حاجة معايا كوبايتين فول. اختاروا الفول اللي يكون ابيض وحلو كده زي كده. كوبايتين فول متنقيين وطبعا مفيهمش اي حاجة، معاهم كوباية فول مدشوش، ومعاهم نص كوباية عدس اصفر او اقل شوية. يعني العدس انصح انكم تقللوا شوية عشان العدس كتره بيغمق اللون شوية. نقعتهم 4 ساعات، وده شكلهم بعد 4 ساعات اهو. طبعا ما بتكونش الفولة ملت القشر على الاخر، يعني 4 ساعات يعني بتكون الفولة يا دوب كده. آه، بعد كده بحط عليهم معلقتين زيت او معلقة زيت مثلا. ويكون عندي مية بتغلي على العين التانية، كنت حاطة مية هي بتغلي. هغطي الفول بقى مية سخنة، مية بتغلي. ومن أول لحظة هخلي النار شامعة وعلى أصغر عين، وبهدي عليه النار يعني النار تكون شامعة أقلها النار يعني، وأصغر عين. وزي ما انتوا شايفين كده كمية المية مغطياه. وهولع عليه وهسيبه. مش هكشف عليه قبل 4 ساعات مثلا. ولا تعلي النار ولا توطي النار، سيبيه كده على نار شامعة 4 ساعات. بعد كده بتكشفي عليه، لو حسيت ان هو لسه محتاج سوا تاني بتسيبيه. هتشوفوه دلوقتي شكله بعد حوالي 4 ساعات ويمكن اكتر كمان. بصوا اهي المية ما نقصتش عشان النار هادية جدا. ده بيكون لونه اهو. زي ما انتوا شايفين، اللي حابب يسيبه على اللون ده. المية طبعا بتتقل تاني على فكرة، انا عارفة الكلام ده. المية بتتقل بعد ما بنطفي. انا هحمل بقى حاجة كده خطوة تخلي لك المية تتقل اكتر كمان شوية، وتكون المية لونها حلو وتكون كريمية شوية. تمام. حطيت نص معلقة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة ونص صغيرة نشا. معلقة ونص بس. ده عصير ليمون، ليمونة كبيرة أو ليمونتين صغيرين بتاخدي المية بتاعتهم. وبزود عليهم برضو مية تاني. وهقلبهم وهنزل بيهم على قدرة الفول وهي سخنة كده، وهقلبهم لحد ما يتقلوا شوية، ياخدوا غلوة واحدة. ميزة عصير الليمون في المرحلة دي بيخلي الفول بعد ما تطفي عليه لونه يفضل أبيض وحلو، يعني لونه بيفضل حلو ما يسودش. وبرضو معلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم في بداية التسوية برضو بيحافظولك على قدرة الفول ان هي لا بتفور. يعني هتخلي لك قدرة الفول ما تفورش، وتدلق مع البوتاجاز وتخلي لونها حلو من اول كبشة لحد اخر كبشة في القدرة. هيفضل معاكي الفول لونه حلو جدا. كده انا نزلت بالحبة اللي احنا عملناه والخلطة اللي هي النشا والبابريكا والكركم. هتبص تلاقيهم يخلي لون الفول يحلو زيادة، ولونه يبقى حلو ويبقى تقيل كده شوية المية. حتى بعد ما بتبرد بتفضل تقيلة وحلوة. ويفضل معاكي لو فضلت القدرة دي عندك كذا يوم. هتفضل لونها حلو. انا بقى هاخد طلبي، والباقي طبعا هيبقى كمية كبيرة علينا، فبعبيه في اكياس صغيرة. وهحطه في التلاجة في الفريزر. تمام. بصوا شايفين لون الفول حلو ازاي، جميل جدا جدا اهو. ومش بيسود من معلقة الزيت اللي احنا حطيناها في الاول. وعصير الليمون اللي بتحطيه قبل ما تطفي على طول هيخلي لك لون الفول يفضل حلو جدا لحد اخر معلقة. شايفين لونه حلو ازاي ومستوي وعامل زي الزبدة كده، والمية بتاعته بتكون كريمية وحلوة. طبعا هي باينة خفيفة شوية دلوقتي، بس اول ما بتبرد شوية هتبص تلاقي المية بتتقل وبتبقى تخينة جدا. هنا بقى بتحطوا بقى الزيت اللي انتوا حابينه والتتبيلة اللي انتوا حابين. انا حطيت هنا معلقة زيت عباد، ورشة كمون، رشة شطة صغيرة، ممكن رشة ملح. وكده خلاص خلصت الوصفة بتاعتنا، وجربوه بجد حلو جدا. طبعا اوفر وانضف، يعني سيبك من اوفر، بجد انضف بكتير بكتير من اللي بنشتريه من بره. وفعلا هو فعلا برضه هيكون اوفر، رغم ان الفول بقى غالي جدا بس برضه اوفر وانضف. شايفين؟ تهرسيه بقى براحتك او تاكلوه كده زي ما هو حب. في كل الاحوال هو طالعه قدرة فول كان طعمها جميل جدا جدا. جربوا بألف هنا للي جرب. وقولوا لي رأيكم بقى في الفول الحلو الجميل جدا ده. اهو زي ما انتم شايفين لونه هيفضل معاه كل لون هيفضل كده.
وده باقي الكمية، ده كان تاني يوم، يعني كان الموضوع ده بالليل، وده كان تاني يوم عبيت بقية الكمية اهو زي ما انتوا شايفين كده في الأكياس. دول شوية اتبقوا في القدرة ما حطيتهمش في كيس، وجربوا، ونشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.